السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم على موضوع مهم اسمه خلع الكوع. انا الدكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. بصوا يا جماعة، الخلع ده انواع كتيرة قوي. طبعا احنا بنتكلم عن الكبار، احنا قبل كده اتكلمنا على الصغيرين. ده الكبار، الموضوع مختلف تماما. خلع الكبار ده حاجة من الاتنين، يا اما خلع بسيط يا اما مركب. الفرق ما بين البسيط والمركب ان المركب ده اللي بيبقى معاه كسور. الكوع ده زي ما هنشوفه بعد شويه فيه عظمات كتير واربطه كتير، ففي كسور تؤدي الى الخلع، وفي قطع للاربطه يؤدي الى الخلع. البسيط هو قطع في الرباط بس من غير كسر. تمام؟ طيب، خلع الكوع مهم لانه تاني اشهر مفصل بعد الكتف. طبعا احنا اتكلمنا على مفصل الكتف بالتفصيل قبل كده. طب ايه تشريح مفصل الكوع؟ بصوا يا جماعة عشان بس تبقوا متخيلين، ده العضد من الجنب اللي فوق الدراع، اللي هو فوق الكوع، وتحت الكوع في عظمتين. عظمة اسمها عظمة الزن، دي اللي هي اللي بتعمل لك البسبوز اللي تحت خالص في الكوع من تحت. في عندنا الكوع دوت فيه 3 بروزات. في بروز في النص ده بتاع عظمة الزن، وفي بروز داخلي، العظمة الداخلية دي اللي هي بتبقى بارزة قوي لجوه ما بين الدراع والبطن. دي ده النتوء الداخلي او البروز الداخلي. وبعد كده في بروز خارجي ما بيبقاش باين قوي زي الداخلي. تمام كده؟ طيب، وفي عظمة الكعبرة في حتة اسفل ناحية الرز، وفي حتة فوق اللي هي البكر اللي بتلف. طيب، وفي رباط خارجي ورباط داخلي. لو المفصل ده خلع يعني الحتت اللي بتعمل مفصل ما بين اسفل العضد واعلى الساعد، الحته دي فكت من مكانها، ليها درجات زي ما هنشوف، يسموها ان بقى في خلع. طب الخلع اللي ما بين كسور عشان يحصل الرباط الخارجي لازم يقطع. خلاص كده؟ احنا دلوقتي بنتكلم في الخلع اللي من غير كسر. طيب عشان يحصل الخلع من غير كسر لازم الأربطة تتقطع. الرباط اللي بيتقطع الأساسي هو الرباط الخارجي. الرباط الخارجي اللي هو مش ناحية النتوء الكبير الداخلي، لا، ناحية النتوء الصغير الخارجي. تمام كده؟ طيب، دي تاني معلومة. بيحصل الخلع ده ازاي؟ هو غالبا في المنظر ده، غالبا اللي وقع بالمنظر ده، اللي هو يبقى الكوع مفرود بالشكل ده، ايده غالبا بتبقى قدام جسمه وبيبقى في وضع الشحات، يعني ايده باصه لفوق، فيروح جاي المفصل ايه؟ تاكك. الايد بتروح جايه داخله لجوه كده، فالرباط الخارجي هنا يقطع، هيروح جاي خارج. درجاته ايه؟ زي ما قلنا ده كده مفصل راجع. بنعرفه ان الكعبره في مكانها، راس الكعبره في مكانها والزند في مكانها. اول ما تبتدي تتزحزح كده ده درجه، تتزحزح وتفصل خالص ده درجه، تفصل وتعلق يعني ما تعرفش ترجعها دي الدرجه الاخيره. طبعا كل الدرجات دي غالبا بتعالج تحفظي، اما الدرجه دي غالبا بتبقى محتاجه جراحه. طيب، اعراضه اي خلع درجه الالم بتسحب الروح يا جماعه، وبمجرد ما بيرد، سواء هو عرف يرده لنفسه او يروح المستشفى ويترد، احنا ما بننصحش خالص بموضوع الرد للنفس ده. الالم تقريبا بيختفي تقريبا. طيب، وفي زرقان على مكان، غالبا مكان الكسر او مكان قطع الرباط. يعني احنا لو صورنا المفصل ده ولقينا مفيش كسر، غالبا الرباط الخارجي بتاعه اتقطع. تمام؟ او لا قدر الله يبقى حاصل اصابه عصبيه. احنا في عندنا حوالين الكوع 3 اعصاب مهمين. في عندك العصب الزندي اللي هو ناحيه البروز الداخلي،
والكعبري دوت ناحيه النتوء الخارجي، والاوسط اللي هو الميديان ده اللي هو بيعمل متلازمه دي النفق اللي عند الرزغ. اشهر بيبقى عند الرزغ مش عند الكوع. الكلام ده اشهر عصب بيحصل له اصابه هو العصب الذهني، وهو احلاهم. يعني لما بيبقى حصل فيه اصابه غالبا بيرجع على طول. دي بالنسبه للاعصاب يعني من 3 اسابيع ل 6 شهور. طيب بصوا يا جماعه، لما بيحصل الخلع بصوا الايد تحس انها مكعبره، الزند خلعت من الكوع. طيب الاشعاعات، في اشعه عاديه دي اللي عاده بنعمل ساعات المقطعيه، لان مهم ان انا اشوف اذا كان في كسور تانية ولا لا، بالذات في العظمه دي بصرف النظر يعني، لان الخلوع انواع كتيره قوي قوي، ده ابسطها حتى اسمه البسيط. والرنين في الخلع البسيط نادر لما بنحتاج، بس طبعا احنا بنحتاج عشان نشوف. الله يفتح عليكم الاربطه. للخلع البسيط اللي هو بدون كسور 99.9 هو علاج تحفظي، ده اصل العلاج بالنسبه للحاله دي. عاده بنرد، وعاده بيبقى الرد تحت مش مخدر عام، بس نقدر نقول ايه، حاجه كده بتريح المريض. لما بندخله يعني لو هو ما كانش رجع او يا دوبك بس بتمسكه كده راح جاي راجع، لان الكوع بيرجع بسهوله فممكن ما يخشش العمليات. بنشوف كده يعني، بنفرد وبنتني حاجه بسيطه بحيث نشوف هو ثابت ولا مش ثابت. من الاخر يا جماعه، هو الصح ان هو يترد تحت البنج العام، وبنفرد الكوع. لو وصل لغايه 45 درجه بنبقى محتاجين. طب انت بتعرف الكلام ده ليه؟ لان انت ممكن تخش جوه العمليات ويبقى متحضر لك من الاول خطاف، بحيث ان احنا نخيطه على طول مره واحده. وهتعرف بعد شويه اشمعنى بنفضل التخييط في الحالات النادره اللي الكوع ما بيثبتش فيها في الخلع البسيط. طيب بصوا يا جماعه، احنا عاده الكوع سواء تحفظي او مش تحفظي، الرقم الضخم جدا في التثبيت هو 3 اسابيع. بعد ال3 اسابيع يعني بيبتدي التيبس يبقى شديد، شهر ونص بيبقى رهيب، 3 شهور بيبقى مستحيل. يعني احنا في زماننا ده في 23 ممكن يجي لك المنظر اللي هو ده، المنظر ده اللي هو جبس من تحت لفوق ويبقى فيه اصابه في الكوع. يعني كمان مثلا مش عنده التهاب في الاوتار ولا حاجه بسيطه، لا ده كسر، يعني في معامل التهاب عالي قوي في المنطقه دي، يعني الكوع بيتلكك عشان يتيبس ويتحجر. فتلاقي في منظر الجبس من اول طراطيف صوابعه لغايه فوق بقى لك قد ايه؟ بقى لي 3 شهور. العوض على الله في الكوع، هيدن طول عمره بالشكل ده، لا بيتفرد ولا بيتن. فالمعلومه الرئيسيه من المحاضره هي دي، لان علاج تيبس الكوع اصعب مليون مره من الوقايه منه. مليون مره يا جماعه، مليون مره. وكده كده مش هيرجع زي الاول، يعني حتى لما بنفكه بنوصله للوظيفه. يعني فرق زي ما قلنا في محاضرات التيبس قبل كده من 35 ل 135 مثلا، مش اكتر من كده. مش هيتفرد يبقى مسطره مثلا، بالذات الارقام اللي احنا بنسمعها اللي هو بيجي لك بعد سنه وسنتين يا دكتور انا بقى عندي مشكله بقى لها 8 سنين، في حل ولا 8 سنين؟ طب حضرتك يعني ايه اللي فكرك؟ عشان شفت بس البوست ولا عشان شفت ايه؟ يعني ما خلاص يا حبيبي. فاحنا من الاول لو سمحت ما تبقاش تقع في الموضوع ده. يعني لو حضرتك حصل لا قدر الله خلع وانت في المرحله بتاعت 3 اسابيع، بسرعه يلا روح لطبيبك عشان نشوف الخلع الدكتور هياخد قرار بايه. مش لا ده اي جبس في العظم شهر ونص شهرين 3 فدانك سايب نفسك ومكسل ومقضي حياتك عادي، وبعد كده فجاه تكتشف ان كوعك مش هيتفرد تاني الا بعمليه اضعاف اللي فات. طب وعشان الكلام ده، وعشان ما هو دلوقتي يجي يحرك
يجي يحرك يخلع، في النادر يجي يحرك يخلع، فده هتعرف تجبسه 3 4 ايام 5 ايام اسبوع؟ لا، وهيخلع. فده من الاول تخيط له الرباط عشان يحرك من بدري. طب بيحرك في ايه؟ بيحرك في الجبيره دي. الجبيره دي اللي هي ايه؟ اللي هي بتبقى فيه مفصله عند الكوع، بحيث انه من اول يوم بيفرد ويتني، يفرد ويتني ويلف ايده وضع الشحات وعكس وضع الشحات، من غير ما يبقى فيه ستريس على الرباط الخارجي او الداخلي. يعني من الاخر من غير ما الايد تقوس للداخل او تقوس للخارج، وده اللي بيعمل ستريس على الاربطه الداخليه والخارجيه. يبقى دي حاميه الرباط وفي نفس الوقت محركه المفصل. واضح يا جماعه؟ طيب البتاعه ديت ساعات بتبقى غاليه، فبنقول للعيان على الجبيره، بتشيل الجبيره وانت ساند ايدك على صدرك، بحيث انك وماسك ايدك التانيه، ايدك المصابه، وتقعد تفرد وتتني وهي على صدرك، بحيث انك تبقى حاميها من التقويسه اللي جوه واللي بره، وترجع تحط الجبير بمعدل قد ايه؟ بمعدل تقريبا 5 دقايق لكل ساعه. يعني ايه 5 دقايق لكل ساعه؟ يعني حضرتك مثلا لو هتحط الجبيره طول الليل نايم حضرتك 8 ساعات، لما تصحى الصبح هتعمل تمارين بمقدار 8 في 5 يعني 40 دقيقه، تفرد وتتني وتحود ايدك لتحت اللي هو عكس وضع الشحات ووضع الشحات، بس كده، من غير ما تبقى ساندها على جسم. فهو موضوع يعني بقت ممله قوي، موضوع اصلها غاليه ومش غاليه والكلام الفاضي ده. كل حاجه متاحه للي عايز يشغل دماغه. طيب العلاج الجراحي ايه؟ العلاج الجراحي الكوع مش راضي يثبت على الرغم ان مفيش كسر، فقطع الرباط شديد فمش ماسك، فانت بمجرد ما بتفرد وبتت. طب احنا ليه نادر في المجتمع بتاعنا لما بيجي لنا النوعيه دي؟ لانه بيجبس ايده بينام بيها 2 3 وخلاص، فبيجي لنا بعكس عدم الثبات، فبيجي لنا بالايه؟ بالتيبس بالظبط كده. هو ما هو مشكلتنا يا اما التفريط يا اما المغالاه، واحنا لا عايزين نفرط ولا عايزين نغالي. يعني واحد صاحي من النوم شويه الم في رقبته، انا عندي ايه؟ يا عم عندك ايه في ايه؟ وواحد تاني بقاله 3 سنين بيموت من رقبته ودراعه عمال ينبح عليه يمين وشمال، ولا انا ما بروحش للدكاتره. يا عم هو ايه اللي ما بتروحش للدكاتره؟ ما طب وبعدين؟ طيب هنستنى لغايه لما يبقى فيه لا قدر الله ضغط على العصب يموت لي العصب او على النخاع يعمل لي مشاكل اكبر وهكذا. انا بقول لك على ابسط حاجه ومن اشد الحاجات، يعني بديك عشان تبقى فاهم، لا عايزين نفرط ولا عايزين نغالي. متهيألي كده الموضوع اهم نقطه بالنسبه لكم موضوع التيبس. يا جماعه مفيش حاجه اسمها كوع شهر دي، يعني يوم ما يبقى الدنيا متفرتكه شهر، اما اكتر من كده بيبقى المواضيع وحشه. وبدري لما بتحرك اندر سوبرفيجن يعني تحت المتابعه بتبقى الامور كويسه، بتجنبك بلاوي بعد كده. ربنا يعافينا جميعا وصحه حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.